السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وبارك لنا في يا رب العالمين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. النهارده جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد، والنهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل حاجة حلوة مع بعض. معانا هنا بقى بطاطا، 4 حبات بطاطا كده هنقشرها. طبعا مغسولين حلو عشان الطين اللي كان فيهم والحاجات دي، يعني فنقشرهم بقى ونرجع لكم تاني. هنا خرطناهم وغسلناهم حلو. بعد كده بقى ايه؟ هنحط عليهم نص كوباية سكر، كوباية مية. بعد كده نرفعهم بقى على البوتاجاز يستووا. اهي هتستوت اهي بتستوي، ما نضيفش عليها اي حاجة خالص غير السكر والمية. خلاص هنا استوت خالص اهي، بقى هنسيبها تبرد خالص. بعد كده نشوف هنعمل فيها ايه. معانا هنا بقى شفشق الخلاط كده، حطينا فيه كمية البطاطا دي، وهنجيب عليها رتل لبن نحطه. لو الشفشق كبير حط الكمية كلها على بعضها، مش كبير بقى نقصيهم بقى. انا هنقلبها كده وبعد كده هحط المكونات كلها وانقصها وارجع لكم وارجع تاني يعني نفرمها. معانا هنا باكت كريم كراميل اهو، علبة كريم الكراميل الكبيرة، مش الباكت الصغير، العلبة الكبيرة. هنفضيه كده. طبعا الشفشق اتملى فمش هيشتغل مع الخلاط خالص يعني. هنا اهو نقصته. نحط بقى 2 باكت فانيليا، هنضربهم حلو بقى في الخلاط لما تنعم خالص زي ما انتوا شايفين كده اهي. يكون معانا بقى حلة ومصفى كده عشان نصفيها. اهي بنصفيها بقى اهي عشان ما يكونش فيها اي تكتلات ولا اي حاجة خالص. بعد ما نصفيها كده هناخدها بقى نرفعها على البوتاجاز، نقلبها خالص لحد ما تغلي زي ما انت بتعملي الكريم الكراميل بالظبط. ما فيهاش اي حاجه خالص اهي. هنرفعها بقى على البوتاجاز. انا عايزاكم بقى تصلوا على النبي كتير، وتنزلوا تحطوا لايكات وتعملوا اشتراك للقناه عشان يوصلكوا كل جديد. هنا هنحط عليها نص كوبايه سكر. احنا حطينا على البطاطا وهي بتتسلق نص كوبايه، وهنحط على الخليط دوت نص كوبايه، يبقى كده معانا كوبايه سكر. احنا بقى خلاص سايبينها على البوتاجاز. ومعانا هنا القوالب دي، انا كان متوفر عندي 2 بس فكملتهم باقي بالطباصي دي في الخشاف دي. هنفضي كده اكياس الكريم الكراميل بتاعت يعني هنا الاكياس دوت هنفضيها. ده الكراميل بتاع كريم الكراميل، هنفضها زي ما انتوا شايفين كده. نحطهم في صينيه عشان وانت بتفضي ما يكونش سخنين على ايديك او كده. عايزاكم تجربوها لاولادكم، جميله جدا ومغذيه. هنا هننزل اهي بالكميه كلها ملياناها. بعد كده بقى هنروح للخليط اللي على البوتاجاز. بس قبل ما نروح للخليط اللي على البوتاجاز، هنا هنحط في الصينيه دي ميه ساقعه عشان ليه يعني تربط بسرعه او كده يعني، وما تكون بقى هتدخلها التلاجة وهي بارده. هنا هنعملها بالسباتيلا اهيت علشان ايه يعني تملى كله يعني القالب كله.
هنا بقى هنروح للخليط اللي على البوتاجاز اهو، هنقلبه ايدك فيه على طول لحد ما يغلى، بس ما تسيبوش يربط. ارجع تاني واقول لكم دوت البطاطا على الكيلو اللبن، على كيسين فانيليا، على نص كوبايه سكر. هنا بعد ما خلصوا من على البوتاجاز هنفضهم في القوالب زي ما انتوا شايفين كده، بنسيبها تبرد بقى وندخلها التلاجة. وهي اصلا كده كده هتربط من غير ما تدخلها التلاجة عادي، لان انا حاطه في الصينيه ميه ساقعه وبدون اي اضافات ولا تزودي نشا ولا اي حاجه خالص، هي هتربط معاكي زي ما انتوا شايفين اهي. مليانه القوالب، بسم الله ما شاء الله. ازيكم تصلوا على النبي. هنا اهو بعد ما بردت خالص، ما كنتش اصلا دخلتها التلاجة وما شاء الله عليها اهي. هنا قلبنا واحده وهنقلب معاكم دي كمان. اهيت هنفض بقى عليها الكراميل. بصوا بقى حلاوتها واحنا بقطعها كده، تحفه تحفه تحفه. فعايزاكم تصلوا على النبي كتير، تنزلوا تحطوا لايكات، واشوف اشتراككم للقناه عشان كل يوم انزل لكم حاجه جديده. زي ما انتوا شايفين كده اهي، ما شاء الله متماسكه اهي وجميله، والطعم تحفه. هدوق حته معاكم اهي، عايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم فيها. عايزه يلا بقى اشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وكنتم مع ام ياسمين.